قال عادل رمزي مدرب الوداد البيضاوي: إن بلوغ نهائي الدوري الإفريقي يمثل المحطة الأهم في مشواره التدريبي، ومن المقرر أن يستضيف فريق الوداد نظيره صن داونز الجنوب إفريقي غدا الأحد على أرضية ملعب محمد الخامس في جهاب نهائي الدوري الإفريقي. وأوضح رمزي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: لطالما حلمنا بهذا الإنجاز ولن يكتمل إلا بالتتويج. لقد مررنا بظروف صعبة مؤخرا بوفاة اللاعب أسامة فلوح، ولم يكن سهلا علينا تخطي حالة الحزن التي خيمت على الأجواء. خضنا مباريات معقدة استنزفت اللاعبين، بالإضافة إلى سفريات طويلة، لكن الآن لا نبحث عن الأعذار بقدر ما نؤكد أهمية تتويج كل هذه المجهودات باللقب. المنافس يلعب كرة قدم جميلة، إنه فريق محترم، واجه الوداد مرارا في المسابقات الإفريقية، لكن هذا اللقاء مختلف عن السابق. كل مرة أؤكد دور جمهور الوداد في مسألة الدعم. أعتقد أنهم لا يحتاجون مني نداء، وهذا لمسته في جميع المباريات السابقة. لا أملك تصورا لأي سيناريو، ولا أعترف بما سبق. تعلمت شيئا مهما، وهو أننا إذا كنا في أتم الجاهزية فلا أحد بمقدوره أن يعترض طريقنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.